بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى انتهينا من الحديث الخامس والعشرون، وانتهينا من الحديث السادس والعشرون، والآن نحن نعيش مع الحديث السابع والعشرون. نعيش مع الحديث السابع والعشرين. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر حسن الخلق. البر يعني العمل الذي يحبه الله. العمل الذي يحبه الله حسن الخلق. حسن الخلق هذا جزء من البر وليس هو كل البر، هو جزء من البر، وهو من أعظم أنواع البر حسن الخلق. من أعظم أنواع البر، من أفضل أنواع البر حسن الخلق. فبر الوالدين من أعظمها، البر بالوالدين من أعظمها. فأعظم أنواع الأعمال الصالحة بر الوالدين. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البر من أهمه حسن الخلق. وما هو حسن الخلق؟ بذل الندى وكف الأذى وسلامة الصدر، هذا هو الخلق. حسن الخلق بذل الندى يعني بذل الخير، بذل الخير، بذل الندى يعني بذل الخير، وكف الأذى وسلامة الصدر، هذا هو الخلق الحسن. أن تبذل المعروف، وأن تكف شرك عن الناس، وأن يكون صدرك سليما على كل مسلم، تحب كل مسلم، هذا هو حسن الخلق. قال: البر حسن الخلق. والإثم عكس البر. والإثم ما حاك في نفسك. ما معنى حاك؟ يحوك، يحز، يحز، يضيق، يكترب، يضطرب بمعنى واحد. يعني ينقبض صدرك، ينقبض، يحز، يحيك، ينكمش، معناها واحد. يعني إذا ضاق الإنسان فهذا هو الإثم. والإثم ما حاك في صدرك، أي ما ضاق صدرك وتردد واضطرب، فثم الإثم. وكرهت أن يطلع عليه الناس. وكرهت أن يطلع عليه الناس. أيها الإخوة الكرام، قلوب الناس تختلف. القلب وعاء كالكأس، القلب وعاء كالكأس. إذا وضع فيه الإيمان، إذا كثر الإيمان، كثر الإيمان في الكأس وأصبح مملوءا، فإنه يورث نورا في قلبك. فإذا فعلت الطاعة ترتاح، وإذا أردت أن تفعل المعصية فإنك تضطرب وتخاف. هذا هو علامة الإيمان. ومن فعل معصية ولم يتحرك قلبه، ومن فعل معصية أمام الناس ولم يتأثر، فهذا الإيمان في قلبه ضعيف جدا. يعني الإيمان هو الذي يحدد. هناك أناس يشربون
الدخان، لكن في بيته لا يشاهد أحد، يستحي، وهناك ناس يشربونه علانية، هل هناك فرق بينهم؟ نعم. طيب لو جاء إنسان طيب وصالح ثم أخذ وأراد أن يشرب فتراه متردد، هذا هو الحيك، التردد. أراد أن يشاهد محرم فجلس في بيته وفتح جواله على شيء غير طيب فتراه خائف، هذا هو الإثم. الإثم هو أن يتردد قلبك ويضطرب، هذا دليل على أن قلبك حي وفيه إيمان. واضح يا إخواني؟ واضح؟ ما معنى حاك؟ تردد، اضطرب، انقبض، خاف، وحز، هذا معناه، يعني يضطرب ويخاف ويقلق، هذا هو الإثم. الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إن فعلته يا أخوان، كل بني آدم خطاء، أليس كذلك؟ في أثناء الخطأ وأنت مؤمن تفعله مستترا، وتفعله وأنت منقبض، يعني لا تتلذذ كثيرا، إنما لذة قليلة. هذه اللذة القليلة بقي جزء منها تردد، أنت خائف من الله سبحانه وتعالى، في حال تلذذك معها خوف من الله سبحانه وتعالى، لأنك تعلم بأن هذا إثم. فما هو الإثم؟ الإثم هو الذي قلبك يقلق ويضطرب، لا يحبه، لكن الضعف البشري فعل الإنسان هذا المحرم. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ هذا الرجل الصحابي وابصة جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول أخذ بأصابعه الثلاثة ثم ضربه في صدره، قال: أتريد أن أخبرك بما تريد أن تسأل أو تسألني؟ الرسول رسول يأتيه الوحي، قال: هل تريد يا وابصة أن أخبرك بما عندك من سؤال قبل أن تسأل، أو تحب أن تسألني؟ قال: لا يا رسول الله، أخبرني ماذا أريد أن أسألك. فقال عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر الذي جاء بك، هو تريد أن تسأل عن البر؟ قال: نعم. طيب من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أخبره؟ الله سبحانه وتعالى. قال: نعم. قال: استفت قلبك، استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. استفت قلبك يا أخوان، هذا قلب من؟ قلب من الذي يستفتى؟ صاحب المعاصي يفعل معصية يقول لا بأس، ليس فيها شيء، هذا قلبه ما يصلح. تقول يا أخي هذا حرام، قال لا لا ليس حراما. كيف؟ قال الرسول يقول استفت قلبك، أنا استفتي قلبي يقول لا بأس به. هذا قلب مريض، والقلب المريض ليس مقياسا. القلب المؤمن الذي فيه الإيمان ويصلي ويصوم، استفت قلبك. إذا سمعت كلاما جديدا تستغربه استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، ربما تسأل سؤالا لشيخ عالم فيجتهد ويجيب باجتهاده وأنت من الداخل لا ترتاح، هنا لا تفعل. لماذا؟ قلبك الحي استفته، استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك، يا أخواني استفت قلبك ورد في دليل آخر: وإن أفتاك الناس وأفتوك، في التردد. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذا أفتاك العالم فتوى بدليل شرعي
فاقبله ولو لم تقبله نفسك، لأنه فيه دليل. لا تستفتي قلبك هنا، إذا جاءك العالم بالدليل فاقبله ولا تستفتي نفسك، لأنه عنده دليل. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية أمر الصحابة أن يحلقوا فما حلقوا، حتى دخل مهموما فقالت زوجه أم سلمة: يا رسول الله اخرج وأمر الحلاق أن يحلق رأسك والناس يحلقون. فخرج وحلق ثم حلق الناس. لم يحلقوا، قال: يا رسول الله نحن جئنا للعمرة. قال: احلقوا. قالوا: يا رسول الله كيف نرجع إلى المدينة؟ نحن خرجنا ولبينا، قلنا لبيك عمرة، لا بد أن نعتمر. قال: لا تعتمروا، احلقوا واهدوا هديا. فما فعلوا، استفتوا قلوبهم. قلب يقول: لا تفعل، كيف؟ نحن أقوياء، لماذا نخاف من أهل مكة؟ نذهب ونطوف. هنا استفتي قلبك غير صحيح، لأنه جاء فيه النص. فإذا لم يكن هناك نص واجتهد العالم وأفتاك فهنا أنت حر. إن أفتاك العالم باجتهاده فأنت استفتي قلبك، إن ارتحت إلى فتواه فاعمل بها، وإن لم ترتح وتردد قلبك فلا تعمل بها. إذن متى تستفتي قلبك ومتى لا تستفتي قلبك؟ تستفتي قلبك إذا كان فتواه عن اجتهاد، ولا يجوز أن تستفتي قلبك إذا كان فتواه بدليل شرعي من القرآن والسنة. فمن يجيب على السؤال: متى يستفتي الإنسان قلبه؟ استفتي قلبك، متى يستفتيه؟ من يجيب؟ من يجيب؟ متى يستفتي الإنسان قلبه؟ تفضل. يستفتي الإنسان قلبه إذا كان سمع الفتوى بغير دليل، باجتهاد. أحسنت. وإذا كان بدليل فلا يستفتي قلبه، لأنه مأمور: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن مأمورون إذا جاء الدليل أن نعمل بذلك. نعم. هذا هو الحديث 27. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يعني واضحة بينة قوية شاملة. هذا البليغ، يعني يأتي يريد أشياء كثيرة فيعطيهم باختصار، يسمى هذا متكلم بليغ. فالبلاغة هي الشمول والاختصار، يختصر ولكنه شامل جامع. موعظة بليغة، أعطانا كل شيء. كمن يقال له غدا سوف تقتل، بماذا توصي؟ فسوف يوصي بأهم الأشياء، أليس كذلك؟ فيقولون الرسول وعظنا موعظة يعني بليغة، أعطانا كل ما نحتاج إليه في وقت قصير. موعظة بليغة وجلت منها القلوب، يعني خافت ولانت وخشعت منها القلوب، وذرفت منها العيون، تأثروا فدمعت أعينهم من هذه الموعظة البليغة النهائية المودعة. فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودعنا يا رسول الله، كأن الموت قريب بالنسبة لك، كأنه جاءك وحي بأن أيامك قليلة، فأعطنا زدنا فأوصنا، يعني أعطنا زيادة. سمعتم؟ تكلم بكلام بليغ حتى دمعت أعينهم وشعروا بأنها هي الموعظة الأخيرة، فرقت قلوبهم ودمعت أعينهم وقالوا: يا رسول الله زدنا، أوصنا زيادة. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الأولين والآخرين من الأنبياء والصالحين،
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما هي التقوى؟ من يعرف التقوى؟ أصحاب الإعدادي، من يعرف التقوى في الصف الإعدادي؟ من يعرف التقوى؟ من يعرف التقوى من أصحاب الإعدادي؟ تفضل. وجعل بينهم وبين خوفه وقاية. من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. من يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى. التقوى. إذا رأيت إنسانا يرمي بالحجارة فماذا تصنع؟ تتقي هكذا، تتقي. وإذا رأيت الشمس شديدة فأنت تتقي. وإذا جاء المطر فأنت جاء المطر فأنت بالشمسية تتقي، أليس كذلك؟ الشمسية تسمى تاقية أو تقيك. طيب، النار أمامك والجنة أمامك، فنقول اتقي النار، يعني افعل كل شيء يبعدك عن النار واترك كل شيء يذهبك إلى النار. هذه التقوى، يعني افعل فعلا بحيث تنجو من النار. افعل واترك، افعل ما أمر واترك ما نهى. هذه هي التقوى. التقوى أن تفعل ما أمر الله وتترك ما نهى الله خوفا من النار. هذه التقوى، هذه التقوى. اتقي يعني اجعل بينك وبينها حاجز، بينك وبين المطر حاجز، بينك وبين الحجارة حاجز، بينك وبين الشمس حاجز. هذا التقوى. طيب، والمرأة تجعل بينها وبين عيون الرجال، المرأة تجعل بينها وبين الرجال حاجز لئلا يروا محاسنها، لئلا يروا محاسنها. فالآن هذا يسمى تقوى. تقوى. تخاف من أعينهم، هذا التقوى. تخاف من النار تصلي. الصلاة تقوى. الصلاة مثل هذا. لا تشرب الخمر، لا ترى النساء، لا تسمع الغناء، لا تأكل حرام. هذه تقوى. تقوى أن تفعل أشياء تتقي النار وتفعل أشياء تذهب إلى الجنة. عرفتم التقوى ما هي؟ التقوى هي أن تفعل الأوامر وتترك النواهي. فالأوامر والنواهي هي التقوى، مثل الشمسية، مثل اليد، يسمى تقوى. تتقي هذه النار. اتق الله، اتقوا الله، هذا معناها النار لا تريدها، الشمس لا تريدها، اجعل تاقي. المطر لا تريده، اجعل واقي. واقي يقيك، تقوى. واقي يقي الإنسان. وإذا كان الطالب يقول هكذا، فهذا واقي، يقوم ويطرد النوم. فكل من قال هكذا يقوم ويجلس. القيام والجلوس هذا يسمى واقي، يسمى واقي. وإذا سرح الإنسان في الدرس بدأ يسرح هكذا فيقول هكذا، هذا واقي يقيك من السرحان، ثم ينتبه. فما الذي يقينا من النار؟ الصلاة واقي، الصيام واقي، غض البصر واقي، غض السمع والسمع عن الحرام واقي، غض الفرج واقي. هذه واقي. اتق الله يعني افعل، اتق الله يعني اترك، هكذا. هذا معنى اتقوا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي
ورد رواية عبد حبشي كأن وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأنما رأسه زبيبة. ما معناه؟ وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأنما رأسه زبيبة. تعرفون الزبيب؟ الزبيب ليس العنب، لا، الذي ليس فيه ماء، جاف. عرفتموه؟ ماذا يسمى بالأندونيسي؟ ها؟ كسمس. كسمس كذا، كسمس. كسمس أسود مثل الرجل الأسود، هكذا شعره. ها؟ كسمس 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 كسمس. زبيبة. الأبيض يحتقر الأسود. السواد غير محبوب، اللون الأسود يوم تبيض وجوه فالأسود في الغالب هو الذي يخدم الأبيض. الرسول يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عليكم السمع والطاعة، اسمع لأميرك ولو كان أقل منك، ولو كان عبدا أسود من الحبشة من أثيوبيا كأن رأسه زبيبة. يعني المولى يكون سيدا أميرا عليك لا بد أن تطيعه، لأن الخروج على الإمام شر ولو كان عبدا حبشيا. هذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان عليك عبد ليس حرا بعد، عبدا حبشيا جعل خليفة عليك، فعليك أن تسمع وتطيع ولو كنت كارها، لأن الخروج على الإمام فيه مفاسد عظيمة جدا. هل يجوز الخروج على الإمام المسلم؟ نقول الأصل أنه حرام ولا يجوز، لأن الخروج عليه يبعثر الأمن وتكثر الدماء، والناس تتعطل مصالحهم، تتعطل تجاراتهم وتتعطل صلواتهم، تتعطل مدارسهم، ويكون فيها فساد عظيم. ماذا نصنع؟ الرسول قال اصبروا، قال اصبروا، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلاقوا ربكم. فقال اصبروا اصبروا اصبروا، فنصبر. ومتى يجوز الخروج على الإمام؟ متى يجوز؟ الأصل عدم الجواز، لكن متى يجوز الخروج على الإمام؟ الإمام الظالم الطاغي لا يجوز بإطلاق هكذا، ولو كان طاغيا ظالما، إلا ب5 شروط. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا ما، والله يقال سمعنا يقولون هذا الحاكم فيه شيء، يقولون هل رأيت بعينك؟ هل أنت شاهدت بعينك؟ إذن لابد أن تروا كفرا كفرا ليس فسقا. فلو كان يشرب الخمر ويزني ويصلي هذا مسلم، ويقول أنا مسلم، هذا مسلم، لأنه ليس كفرا. المعاصي العظيمة ليست كفرا، ليست موجبة للخروج. تروا كفرا بواحا. بواحا ما معناها؟ ها؟ بواحا، ها؟ كفرا بواحا يعني يفعله وهو يعلم بأنه كفر، ليس متأولا، فقد يتأول. بواحا ليس لك، هي للحاكم أن يفعله ويعتقد بأن هذا كفر. فإن كان متأولا أو كان جاهلا أو المسألة فيها خلاف، هو يراه غير كفر، وعنده علماء أفتوه بأن هذا ليس كفرا، أفتوه، يسمى متأول، أو فهم خطأ وهو حاكم، فهذا غير بواح. البواح أن يفعله ويعلم بأنه كفر. 4 عندكم فيه من الله برهان، عندك دليل على أن هذا الفعل كفر وأن فاعله يعلم. فقد يكون كفرا والفاعل ما يدري، قد يكون كفرا والحاكم ليس عالم بالكتاب والسنة،
كثير من الحكام يجهل الإسلام، يجهله، فلا بد أن يكون عندنا فيه من الله برهان، وهو أيضا يعلم بأن هذا بواحا، يعني هو يعلم والدليل يقول هذا كفر. هذه 4 شروط. بقي شرط خامس وهو القدرة والاستطاعة، أن نستطيع أن نزيله بأقل الخسائر، نستطيع أن نزيله بأقل الخسائر. فإن لم فإننا نصبر، وفي نفس الوقت ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونعلم الناس الخير. فالناس إذا انتشر فيهم الإسلام هنا يطالبون من غير قتال، يطالبون حتى يحكمهم رجل مسلم. فالله عز وجل بين بأن المجتمعات إذا صلحت الله عز وجل هو الذي يتولى إيجاد من يحكمهم. إن الله لا يغير، الله يستطيع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، فأن نحن نغير ثم الله يغير. الله يقول غيروا أنفسكم، إن غيرتم أنا أعطيكم حاكم من غير قتال. قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن الآن نترك الحاكم ونأتي إلى الناس نعلمهم ونرشدهم وننصحهم حتى يحبوا الخير والإسلام. الآن لو أن الحاكم قال نريد أن نطبق الإسلام، تعالوا نريد أن نطبق الإسلام، كل من يشرب الخمر اجلدوه، الله أكبر، الناس يشربون الخمر، كل من يسرق تقطع اليد، لأصبح كثير من المجتمع بلا يد، لأن السراق كثير. قبل أن نطبق الحد نعلم الناس لا تسرقوا ونحرك الإيمان حتى لا يسرقوا. فإذا قل المنكرات الحمد لله طبقنا الإسلام بغير حدود. وإذا أراد الحاكم أن يقول للناس امنعوا الخمور، هناك أناس كثيرون يحبون الخمر فسوف هم يعارضونه، أنت قبل أن يعارضوه ادعوا الله عز وجل لهؤلاء، فإذا انتشر الإسلام بينهم أحبوه فالله يولي عليهم خيارهم. فالمشكلة ليست في الحاكم الظالم، المشكلة في الدعاة الذين انشغلوا بالحاكم وتركوا المحكوم. مشكلة بالدعاة الذين انشغلوا بالحاكم وتركوا المحكوم، انشغلوا بالصعب وتركوا السهل، انشغلوا بالصعب وتركوا السهل. فيا ليت الناس ينشغلون بالقاعدة أسفل ويتركون فوق. فالله سبحانه وتعالى إذا علم صدق نيتهم، وهكذا كان السلف الصالح. ومع ذلك ينبغي لكثير من الدعاة الأقوياء الوجهاء من الطيبين أن يذهبوا إلى الحاكم وينصحوه سرا، هذا لابد. فأناس للدعوة وأناس للنصيحة، ليس كل داعية يصلح للنصيحة، وليس كل كبير قوم يصلح أن يدعو الناس والمجتمعات، فكل عليه دور كبير، لابد كل عليه دور كبير. فالذي يعلم الناس في المسجد القرآن مثله الذي يذهب إلى الحاكم وينصحه ويوجهه، كلهم على خير، كلهم على خير. فلا يلوم أحدنا الآخر، لا يقول الذي ينصح لماذا تجلسون قوموا وانصحوا، ولا نحن نقول أيضا لماذا تدخل على الحاكم، اترك الحكام، اترك الوزارة، اترك الرئاسة، اترك أن تكون مسؤولا، اترك هذا واذهب إلى المساجد والمدارس. نقول لا، كل له وظيفة بحسب ما أعطاه الله إياه، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا معنى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، كما جاء في رواية أخرى، وفي رواية كأنه ولو كان مجدوع الأنف، ولو كان مجدوع الأنف، يعني العبد من أول يقطع أنف، جزء من أنفه ليعلم بأنه عبد، هكذا يعني. وبعضهم تقطع أذنه، وبعضهم تقطع أطرافه. قال ولو كان عبدا مقطوع الأطراف، يعني مشلول وأصبح حاكما عليك، اسمع وأطع لأن خلافه شر. قال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم، انظر إلى الغيب،
يعني الرسول الله عز وجل أطلع الرسول على بعض الغيب، فإنه من يعش منكم فسيرى. سبحان الله، من أعلمه؟ الله عز وجل. فسيرى اختلافا كثيرا. يا إخواني، قال فإنه من يعش منكم، يعني الشر سيكون قريبا. أنتم أيها الصحابة سترون بأعينكم شرا بعدما أصبح الخير قويا. يعني عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر بن الخطاب كان الإيمان قويا جدا، الناس يفكرون ما يأتي الضعف إن شاء الله. الرسول يقول سيكون فيكم أنتم من يرى اختلاف كثير، اختلاف بالآراء واقتتال بينكم، بعضكم يقتل بعضا، صحابة يقتلون صحابة، وآراء تخرج، آراء شاذة غريبة تنتشر بين الناس، بل تصبح هي السائدة ويمتحن الناس فيها كما امتحن كبار الأئمة. فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نصنع يا رسول الله إذا رأينا اختلاف كثير كما هو الحاصل الآن كذلك؟ ماذا نصنع؟ قال فعليكم بالخروج على الحاكم. هكذا قال. سبحان الله العظيم. يقول لهم سترون اختلاف كثير واقتتال وفتن وحرص على الدنيا وحرص على الملك في وقت الصحابة. قال فعليكم بسنتي، يعني بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين، طريقة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، يعني عضوا عليها بقوة، عض عليها بالنواجذ الأضراس، تعض بقوة على السنة والطريقة، لا تخرج عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تثر الفتن، أطفئها، لا تكون مثيرا بل أطفئ تلك الفتن. كيف نطفئ؟ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ما هي البدعة؟ البدعة ما أحدث في الدين ما ليس منه، ليس ما أحدث في الدنيا، لا، ما أحدث في الدين وليس منه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بعد الصلوات جماعة أو مفرد، ننظر ماذا كان يفعل الصحابة وماذا كان يفعل الرسول. الرسول كان يسبح والصحابة كانوا يسبحون، فمن قال بأنهم يسبحون جماعة نقول أبشر. أين الدليل الصحيح؟ هناك أدلة ضعيفة، أين الدليل الصحيح؟ يقول لا يحتاج إلى دليل، هذا ذكر. نقول سبحان الله، هل هذا خفي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ أيها أفضل، الإفراد أو الجماعي؟ إن كان الإفراد أفضل نفعله، وإن كان الإفراد الجماعي لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سلم من الصلاة الفاتحة ثم اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، آمين آمين آمين. سبحان الله العظيم. طيب أنا مشغول أريد أن أخرج، لا أبقى، أصبر انتظر الفاتحة، لازم، ويجلسون 5 دقائق 10 دقائق، لابد. سبحان الله. الصحابة هل كانوا يفعلون؟ يقول هذا العمل جيد أو غير جيد؟ يقول قراءة القرآن جيدة؟ نعم. الذكر جيد؟ نعم. الدعاء جيد؟ نعم. نقول له الجماعي جيد؟ إن قلت نعم فأنت اتهمت الرسول لم يفعل الجيد، وإن قلت لا فالزم غرزهم، كن مثل النبي والصحابة. يا أخواني، كل إنسان يفعل شيئا نقول ما هو الدليل؟ الآن الصوفية والشيعة لا يحبون الدليل لأنه ليس عندهم دليل أصلا، عندهم أدلة تتعارض تتناقض. يقول حدثني قلبي عن ربي، اجعل قلبك طيبا ذا نور، ابتعد عن الأكل والشرب والنساء، اجلس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عدة مرات حتى يكون قلبك نظيفا، ثم الله يعطيك الوحي من السماء. هذا اعتقادهم. سبحان الله، هذا اعتقادهم. لا إله إلا الله. بل بعضهم يقول بأنه إذا وصل الإنسان إلى نظافة القلب لا يحتاج إلى عبادة، نظف قلبه فلا يصلي، صلاة تنظيف، هو خلاص أصبح نظيفا، يسمى هذا خاصة، طبقة الخاصة المعينة.
قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. الذي يليه 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم. سؤال ممتاز. وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. سبحان الله يا أخوان، الطاعة قد تكون يسيرة وقد تكون عسيرة بحسب الإنسان، بحسب الإنسان. الله سبحانه وتعالى إذا أحبك يسر عليك الطاعة الشاقة تكون يسيرة، وإذا الله عز وجل ما اختارك لطاعته تكون العبادة اليسيرة عسيرة. تجد الناس يقف بالصلاة فيصلي صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، فيقرأ الإمام وجهين أو ثلاثة فيقول: أطال بنا الإمام لقد تعبت، ثم يخرج في الخارج ويبقى مع صديقه يتكلمان نصف ساعة وهو واقف ما يمل. وإذا وقف أمام الله بالصلاة العبادة قد تكون يسيرة وقد تكون عسيرة. يمسك القرآن المصحف 10 دقائق ثم يغلق، الحمد لله يكفي، ويمسك الجوال 2 و3 و4 ساعات، أليس كذلك؟ ولا يشعر بالملل. سبحان الله العظيم. يا أخوان، معاذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة ولو كان شاقا ويباعده عن النار، فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله لا تشرك به شيئا. أيها أفضل، أن تعبد الله أو تعبد المخلوق؟ أيها أسهل عليك؟ والله يا أخوان أن عبادة الله عز وجل أسهل على الإنسان. سبحان الله العظيم. رأينا في الهند هندوس يعبدون البقر، فإذا خرج منها الروث يتسابقون يأخذون ثم يتمسحون بها. هذه عبادة؟ سبحان الله العظيم. هل هذه عبادة؟ ورأينا الشيعة في عاشوراء هكذا هذه شاقة، وهذه عبادة للشيطان. نعم. أين العبادة السهلة اليسيرة التي شرع الله عز وجل؟ أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. والله يا أخوان أنها نور للإنسان، أن تعبد واحد، وهذا الواحد هو الذي جاء بك، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الله سبحانه وتعالى. هذا الأول، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. عبادات سهلة يسيرة خفيفة على النفس. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير، يعني التي بعد الفرائض، التي مرت واجبات. طيب دونها قال: ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب أي باب ترتاح إليه تسعى إليه. هناك أناس سبحان الله يحبون الصيام كل اثنين وخميس، لكن قيام الليل صعب عليه، فقط 3 ركعات وينتهي. نقول: لا بأس، ادخل من باب الصيام، ادخل، وسوف يكون لك مكان عالي جدا، ويقال ادخل مع باب الريان. هناك أناس يحبون خدمة الآخرين، إذا الناس طلبوا شيئا يبادر ويستعجل، يحب أن يخدم هذا وهذا ويقضي حاجاتهم، لكن إذا جلس في المسجد لقراءة القرآن وفتح يقرأ وجه ثم يغلق. نقول: لا بأس، أنت ترتاح لخدمة الآخرين فإن هذا خير عظيم جدا. هناك أناس لا يعرف من الصلاة إلا الصلوات الخمس فقط، ولا يعرف من الصيام إلا رمضان فقط، لكنه بار بأبويه بشكل كبير. نقول: إلزم، فإن الرسول قال: ألا أخبرك بأبواب، ليس باب واحد. فأنت إذا رأيت إنسان لا يحب كثرة الصلاة لكن يحب الصيام فلا تقول لماذا، نقول بالعكس، اشتغل. هناك أناس يحفظون القرآن، يحب حفظ القرآن الكريم، لكن لا يحب حضور مجالس العلم، نقول: لا بأس،
احفظ القرآن بكثرة، ما ترتاح إليه فأكثر منه، ما ترتاح إليه فأكثر منه. قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، جنة يعني وقاية، يقيك من النار. الصوم جنة يقيك من النار، والصوم جنة يقيك من رؤية الحرام. جنة يعني وقاية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة التي تقدمها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فمن أخطأ بمعصية فليبادر إلى صدقة. وصلاة الرجل في جوف الليل يعني جنة، صلاته في جوف الليل في الثلث الأخير من الليل جنة. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك برأس الأمر؟ رأس الأمر، رأس الأمر 1، وعموده 2، وذروة سنامه 3 أشياء. قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أي جهاد؟ الذي يخاف يقول جهاد النفس، نقول لا، جهاد السيف والقتال. نحن في الإسلام عندنا جهاد، لكن الجهاد الذي فرضه الله ورسوله، لا جهاد نحن نصنعه، جهاد واضح بين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أغلى ما تملك هي روحك، أغلى ما تملك هي روحك، فلا تلقيها في أشياء قد تكون خاطئة. هناك بعض الناس يخرج يقول الجهاد في سبيل الله ثم يفجر المسلمين، هذا ليس جهادا، هذا ليس جهادا. أو يأتي إلى مسجد أو إلى كنيسة ويدخل فيها ثم يفجر نفسه، هذا ليس جهادا. أو يأتي إلى خمارات في بلاد المسلمين ثم يدخل فيها ويفجر نفسه، هذا نقول لا، ليس هذا هو الجهاد. الجهاد هو الذي يقرره أهل العلم الكبار، علماء المسلمين أحياء، إذا قالوا هذا جهاد فاذهب واجعل روحك فداء في سبيل الله. نعم عندنا جهاد في سبيل الله، لكن ليس الجهاد الذي نفهمه نحن، بل الذي يفهمه العلماء الكبار. فإذا قالوا قولتهم فإننا معهم، وإذا قالوا لا نقول هؤلاء مثبطون، هؤلاء يصرفون الناس، لا، هم أولى وأعلى وأعلم منك في مثل هذه الأمور الضخمة العظيمة. فإن الإنسان إذا خرج وفجر نفسه فإنه قد ضر المسلمين بلا شك، ما ضر نفسه بل حتى ضر الإسلام. فأصبح الناس يتكلمون في دين الإسلام بتصرفات خاطئة من شباب يستعجلون، وكان لهم في الأمر فسحة أن يسألوا أهل العلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني أعظم شيء فيها؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. الرسول أخذ كذا، كف عليك هذا، كف يعني أمسك، هكذا كف، هكذا كف، هكذا إدخاله كف. كف يعني أدخل لسانك في فمك ولا تخرجه إلا فيما أباح الله. كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني كلامنا هواء، كلامنا هواء، هل الله يحاسبنا على كلام هواء؟ يا أخوان بعض الكلام يجرح، أليس كذلك؟ اللسان كالسيف، بعض الكلمات والله تجعلك تجلس أسبوع كامل طريح الفراش. إذا تكلم عليك أخيك وآذاك بكلام لا تأكل ولا تشرب ولا، أليس كذلك؟ والله بعض الناس أنه يبكي بكاء على فراشه من كلمة سمعها من أخيه المسلم آذته. معاذ يقول: يا رسول الله نحن نؤاخذ على نقول؟ قال الرسول: نعم، هناك كلام يؤذي ويجرح وأنت لا تدري، تلقي كلمة على أخيك لا تعلم ماذا يكون في الداخل، يعني الدم يغلي يغلي يغلي، ثم يكرهك، ثم يذهب ويصبح يعني مضطرب المزاج. كلامك هذا
أعظم من تركك للصلاة. كلام خطير يا أخواني. أحيانا نتكلم بكلمات سهلة ولكنها عند الله عظيمة، ميزان الله عظيم. انظر عائشة رضي الله عنها جالسة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، جالسة، فمرت صفية زوجته الثانية، صفية بنت حيي بن أخطب، ولم تكن طويلة، كانت قصيرة. فعائشة تقول: يا رسول الله ما أقصرها، ما أقصرها. عائشة تريد أن تنقص صفية من عين الرسول. طبع الناس الزوجات هكذا، لا تريد زوجها المعدد أن يحب غيرها، فتقول: يا رسول الله ما أقصرها. طيب عائشة عليها رضوان الله صدقت أو لم تصدق؟ صدقت، هي قصيرة، لكن نيتها تختلف. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو أدخلت في البحر لتغيرت رائحة البحر، منتنة، بحر يتغير من كلمة ما أقصرها. يا الله، نحن كماذا نقول؟ نحن ماذا نقول؟ أيها الأعور، انظر هذا الأعرج، ولا اذهب أنت، لست يعني كلمة تنقص من قيمة أخيك، هذه الكلمات تمسح حسنات فعلتها. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس، يكب يطرحهم، يكب يعني يطرح، وهل يكب الناس يعني يطرح الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، يعني الإنسان ما يلقى من قدميه هكذا، لا، يلقى هكذا، يؤخذ من قدميه ثم يلقى بالمقلوب، كل هذا يعني تحقيرا له. يا معاذ ثكلتك أمك، ألا تعلم بأنه من تكلم بكلام سيء فإنه يوم القيامة يؤخذ هكذا ويلقى بالنار على وجهه وعلى أنفه، هكذا يلقى بالنار، وهو مسلم يصلي ويصوم، لا نقول كافر، هو مسلم يصلي ويصوم ويؤخذ هكذا، ثم يلقى بالنار على وجهه، أو قال على منخره على أنفه، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، يعني السبب هو حصائد اللسان، ما حصد لسانك من كلام سيء على أخيك المسلم. نصل إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن وقت الراحة.